فيلمنا بيبدأ في وادي محاط بالجبال، واللي كانت عايشة فيه عيلة صغيرة من ديناصورات الطربوسور. وفي الوقت ده بنتعرف على جونيور، وده كان ديناصور صغير واللي كان بيتعلم ازاي يصطاد. بس بنشوف ان اول محاولة ليه بتفشل، ولقى نفسه هو اللي بيطارد، ووقتها بيقع وخلاص كان هيضيع. بس ابوه سبيكلز بيوصل في اخر لحظة وبينقذه. وبعد ما الخطر بيخلص ابوه بيوبخه وبيقول له ان هو طول الوقت بيهرب، وانه لازم يبقى اقوى من كده. وبنعرف ان سبيكلز كان نفسه ابنه يبقى ملك المنطقة من بعده. وبعدها بيلمحوا قطيع من البروتوسيراتوبس واللي كان بيشرب من النهر. فسبيكلز بدأ يطارد فريسة منهم، وطلب من جونيور يلف من الناحية التانية. بس أول ما الفريسة بتقرب، وقتها جونيور بيخاف وبيتزحلق وبيقع في النهر. ووقتها بيطلب المساعدة من أبوه، فسبيكلز بيجري علشان ينقذه. بس أول ما بيوصل بيكتشف إن المية كانت ضحلة، وإن جونيور كان يقدر يقف على رجليه بكل بساطة. فسبيكلز بيتضايق وبيسيبه وبيمشي. أما جونيور فبيستخبى جوه شجرة، وكان حاسس إن هو خيب أمل أبوه، وافتكر اليوم اللي خسر فيه أمه لما كان صغير ونزل علشان يروم. ووقتها الطيار بيسحبه بعيد، فأمه بتنط وراه وقدرت إنها تنقذه، بس هي اللي غرقت مكانه وما قدرتش ترجع. ومن اليوم ده جونيور عمره ما نسيها، وكان عمال يأنب في نفسه. وبنعرف إن سبيكلز كمان كان لسه متأثر بغيابها، وكان بيحاول يربي ابنه لوحده. وبعد شوية الأب وابنه بيشوفوا نيزك نازل من السماء، والانفجار ده بيخوف جونيور. فسبيكلز قال له إن هم قريب هيضطروا يسيبوا المكان ويدوروا على بيت جديد. فجونيور قال له إن هو نفسه يفضل عايش هنا للأبد، بس أبوه بيقول له إن الحياة فيها تغيير، وإنه لو فضل مستخبي في مكان واحد هيفوته حاجات كتير. وفي الآخر بيوعده إن هو هيفضل يحميه مهما حصل. وتاني يوم جونيور بيقرر يثبت لأبوه إن هو بقى أشجع، واستنى فريسة عند النهر. بس لما بيهجم عليها الفريسة بتقدر إنها تهرب منه، وفجأة بتظهر مجموعة من الرابتور وبيمسكوا جونيور. وجونيور فضل ينادي على أبوه، وسبيكلز بيجري وراهم، بس الرابتور كان أسرع منه. ووقتها في المطاردة 2 منهم بيهجموا عليه وبيوقعوه من فوق الكوبري في النهر. ووقتها سبيكلز بيفقد وعيه، ولما بيفوق بيقوم علشان يكمل تدوير على ابنه. بس كان فات الأوان، لأن الرابتور كان اختفوا بجونيور. ولما هو حاول يتتبع أثارهم، وقتها كان المطر نزل وشال كل الأثر اللي ممكن يوصله لابنه. ولما بنروح لجونيور، أول لما بيفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب وسط الصخور، وحس إن في عيون بتراقبه من جوه الكهوف دي. ووقتها جونيور كان مرعوب ومش عارف يعمل ايه. وفجأة بيتحوط بمجموعة كبيرة من صغار الديناصورات. ووقتها واحد اسمه سلاش بيقرب منه، وحاول ان هو يخوفه بمخالبه، لكن بلو بتتدخل وبتزقه بعيد، وقالت له يسيب جونيور في حاله. وبعدها بشوية بيوصل واحد اسمه بليد، وطلب منهم يبطلوا خناق. وفجأة الرابتور بيرجعوا، فكل الصغار بيجروا علشان يستخبوا. ووقتها بلو بتزق جونيور ناحية الكهوف، لكن الرابتور بيحاصرهم قبل ما يدخلوا. والوحيدين اللي كانوا قدروا يستخبوا كانوا هم بليد وسلاش. فالرابتور بيختاروا شوية من الصغار وأمروهم يمشوا معاهم. وبعد ما بيمشوا بلو قالت لجونيور إن أي حد بياخدوه ما بيرجعش هنا تاني. وفي نفس الوقت بنشوف إن سبيكلز كان بيدور على ابنه في الصحراء، بس العطش بيغلبه وبيقع على الأرض. وفجأة بيظهر ديناصور اسمه ساي، وساي ده كان نظره ضعيف، بس بنعرف إن حاسة الشم كانت عنده قوية جدا. وأول ما بيشم ريحة سبيكلز بيفتكر واحد من الديناصورات اللي خطفوا أعز صديق ليه، فبيجري علشان يهاجمه، بس هو بيقع وما بيعرفش يقوم. وكان فاكر إن نهايته خلاص قربت، بس سبيكلز ما بيأذيهوش. ووقتها بيسأله هو ليه بيهاجمه، فساي بيقول له إن صديقته ديزي اتخطفت من شوية رابتور، ومن يومها ما رجعتش تاني أبدا. وهو كان مفكر إن سبيكلز ده واحد منهم، بس لما قرب منه اكتشف إنه مش واحد منهم. وساعتها سبيكلز بيفهم إنهم نفس الرابتور اللي خطفوا جونيور ابنه، فبيطلب من ساي إن هو يساعده علشان يلاقيهم. وبكده ساي هيقدر ينتقم لصاحبته. ولما بنروح لجونيور فبنشوفه بدأ يدور على مكان يستخبى فيه، وفضل يدور لحد ما لقى كهف شكله مقرف، وكان عايش فيه ديناصور صغير اسمه داستي. وبنعرف ان داستي ده كان متعمد ان هو يعيش وسط القرف ده، لان الرابتور عمرهم ما بيدوروا على فريستهم في مكان مقرف. وبعدها بشويه بلو بتيجي وبتشوف جونيور، وسالته هو بيعمل ايه في المكان ده، فهو قال لها انه هيستخبى هنا لحد ما ابوه يجي ينقذه. وبعد شويه بنشوف سبيكلز وساي كانوا رايحين لجبل اسمه جبل النار. ووقتها بيدخلوا من وادي، وفجاه عقرب كبير بيهجم على ساي وبيضربه بديله السام، لكن درع ساي القوي بيحميه. اما سبيكلز فكان تقريبا عدى، بس لما بيسمع صراخ ساي بيرجع علشان يساعده. ووقتها بيقدروا يتخلصوا من اول عقرب. ولما جريوا علشان يهربوا وقتها بيتحاصروا بعقارب تانية. وفي الوقت ده سبيكلز بيتلسع في رجله، بس بالرغم من الاصابه فضل يقاتل فيهم، وفي الاخر قدر يقتل العقرب. وبعد ما بيطلعوا من المكان سبيكلز بيقع على الارض، لان السم كان بدأ ينتشر في جسمه وما بقاش خلاص قادر يمشي. فساي بيطلب منه يرتاح شويه،
فسبيكلز بيرفض وبيقول له إن كل دقيقة بيضيعها بتبعده أكتر عن ابنه. وبعد شوية سبيكلز وساي بيكملوا مشي لكن من غير أكل أو مية لحد ما سبيكلز بيقع من التعب، وفجأة الأرض الرملية بتنزل من تحتهم وبيقعوا في حفرة كبيرة. ووقتها ساي بيفقد وعيه، ولما بيفوق بيشم ريحة مخلوق بيقرب منه، ووقتها المخلوق ده بيهجم عليه. فسبيكلز وقف علشان يدافع عنه، وبعد ما القتال بيخلص بيكتشفوا إن المخلوقة دي اسمها فانج، وفانج سألتهم ليه هجموها، وبعدها استخدمت أعشاب طبية وأنقذت سبيكلز من السم اللي كان بينتشر في جسمه. ولأن سبيكلز كان مرهق جدا فانج كانت ناوية إنها تاكل ساي، لكن سبيكلز قال لها إن ساي ده صاحبه، فهي وافقت إنها تسيبه. وبعدها قالت لهم إن بنتها اتخطفت على إيد الرابوتور من أسبوعين، ولما بنروح لمعسكر الرابوتور بنلاقيهم كانوا بيوزعوا أكل عليهم مش علشان يرحموهم لكن علشان يفضلوا بصحة كويسة لحد ما يجي دورهم وياكلوهم. وبنشوف إن داستي كانت أضعف واحدة فيهم، وكان كل مرة طائر مجنح بينزل وبيسرق أكلها، فهي بترجع للكهف بتاعها وهي جعانة، بس بتتفاجئ بإن جونيور مستنيها وكان جايب لها أكل معاه، والاتنين قعدوا ياكلوا مع بعض. وبعدها بلو بتنضم ليهم وأكلوا كلهم مع بعض. وبعد الأكل بلو بتعلمهم يرموا الحجارة بديلهم علشان يقدروا يستخدموها كسلاح، ولما داستي بتجرب هي بتفشل، وجونيور وقتها بيجرب بعدها لكن خبط ديله في صخرة ووقتها بيتصاب. وفجأة بيظهر واحد من الرابتور وأمر داستي إنها تمشي معاه، وبلو حاولت تمنعه بس بليد بيوقفها وقال لها إنهم مش هيقدروا يعملوا لها حاجة. وبالليل جونيور بيحلم باليوم اللي أمه أنقذته فيه من الغرق، لكن في الحلم اللي كان بيستنجد بيه المرة دي كانت داستي. وتاني يوم الطائر اللي كان بيسرق الأكل بيرجع تاني، بس جونيور بيمسكه وبيوعده إن هو هيديله أكله كله مقابل إنه يقول لهم أي معلومات يعرفها. فالطائر بيكشف لهم إن ورا الجبال في جبل اسمه جبل النار، وجواه في وحش مرعب لسه صاحي من السبات بتاعه، وإنه دلوقتي مش قادر يخرج، لكن كل ما النار بتزيد قوته بتزيد معاها. وقال كمان إن الرابتور دول مجرد خدم عنده وبيجيبوا الأكل للوحش ده وولاده التلاتة. ولما بيسمع الكلام ده جونيور بيحس بالذنب لأنه ما قدرش إن هو ينقذ داستي، وقرر إن هو يهرب هو وباقي الصغار، بس سلاش بيخاف إن هو يواجه الرابتور. ولما جونيور بيوصفه إن هو جبان هو حاول إنه يهجم عليه، بس بليد بيتدخل وبيمنع الخناقة دي. وفي نفس الوقت بنشوف سبيكلز وساي وفانج بيكملوا رحلتهم، وبعد ساعات من المشي في الصحراء بيوصلوا لبحيرة وبيشربوا مية وبيقدروا إن هم يستعيدوا قوتهم. وهناك بيشوفوا مجموعة من الكرانوتور واللي كانوا بيسرقوا بيض عيلة البراكيوسور، ووقتها الأمهات كانوا بيحاولوا يدافعوا عن البيض، ففانج بتتدخل وبتهجم على الكرانوتور. وبنشوف إن سبيكلز قدر يرجع بيضة وبيرجعها لأمها، لكن الكرانوتور بيحاصروا فانج وبيقدروا إنهم يوقعوها، وده قبل ما سبيكلز يوصل لها في الوقت المناسب ويطردهم بعيد. وساي كمان شارك في القتال واستخدم ديله وضرب بيه الكرانوتور، ولما عرفوا إنهم بقوا أضعف وقتها بيهربوا من المكان. وبعدها التلاتة بيشوفوا بيضة البراكيوسور واللي كانت بتتفقس وبيطلع منها الصغير، وبعد شوية بيكملوا رحلتهم. وفي الناحية التانية بنشوف إن جونيور كان بدأ يحط خطة للهروب، ووقتها جونيور بيلاحظ إن في دايما 3 رابتور واقفين علشان يحرسوا المخرج، وساعتها بليد قال له إن عنده خطة مضمونة للهروب. وبالليل بيستنوا إشارة من الطائر ديسانجا اللي بعد ما خد أكله وبلغهم إن واحد من الحراس نام، فجونيور بيطلع وبيلفت انتباه الحارس التاني، وقبل ما بيمسكه بلو بترمي عليه حجر، ووقتها الحارس بيفقد الوعي وفضل حارس واحد. فجونيور استخدم نفسه كطعم علشان يبعدوا عن المخرج، لكن المرة دي بلو بتضيع الرمية والرابتور كان هيمسك جونيور. وفي آخر لحظة بليد بينط من فوق الصخور وبيوقع الرابتور، وبعدها بلو بتلحقهم والتلاتة بيطلعوا من السجن. بس أول ما بيوصلوا بره بيلاقوا 3 رابتور مستنيينهم، واتضح وقتها إن سلاش خانهم وقال للرابتور على خطة الهروب كلها. وبالرغم من كده الصغار حاولوا إنهم يهربوا وجريوا بين الحفر البركانية، ووقتها بليد بيستخبى علشان يبعد الأنظار عن أصحابه، لكن جونيور وبلو بيوصلوا لطريق مقفول بالحمم ووقتها بيتحاصروا. فالرابتور بيسأل جونيور هو بليد مستخبي فين، لكن جونيور بيرفض إن هو يقوله رغم إنه كان عارف إن ده هيكلفه حياته. ووقتها بيتحبس هو وبلو وبقوا هما الوجبة الجاية. وتاني يوم ساي بيشم ريحة أوقار الرابتور وحس إنهم بقوا قريبين جدا، وفجأة سمعوا ديسانجا بيصرخ لأن الرابتور عرفوا إنه ساعد الصغار على الهروب، فساي خرج قدامهم علشان يشغلهم. ووقتها ديسانجا بيستغل الفرصة وبيهرب، والرابتور بيحاصروا ساي، لكن سبيكلز وفانج بيوصلوا وبيقبضوا على واحد منهم، ووقتها بيعرفوا منه مكان السجن. وسبيكلز ساب لساي قرار الانتقام، وساعتها ساي انتقم لصديقته ديزي وضرب الرابتور بديله ورماه من مكان عالي. وبنشوف في الوقت ده البركان كان بدأ يثور والأرض بدأت تهتز والصخور بتقف في طريقهم، فسبيكلز وفانج حاولوا إنهم يزقوها بس هم معرفوش. وفجأة بتوصل مجموعة
مجموعة البراكيوسور وبيكسروا الصخور العملاقة، وده كان رد جميل بعد ما سبيكلز وأصحابه أنقذوا بيتهم قبل كده. لكن أول ما الطريق اتفتح بيلاقوا عشرات الرابتور مستنيينهم، فسبيكلز بيهجم عليهم وبدأ يبعدهم واحد ورا التاني، وساي كان بيدافع عنهم بديله. ولما بليد شاف إن الطريق بقى مفتوح بيرجع بسرعة للسجن وبيخلي الصغار يهربوا، وأثناء الهروب الزلزال بيشق الأرض وبيتفرقوا عن بعض، وسبيكلز وفانج فضلوا ينادوا على أولادهم لكن كل واحد كان في طريق مختلف. وجونيور كان همه الأول إن هو يلاقي داستي، فبيعدي النهر وبيدخل الكهف علشان يدور عليها، بس سلاش بيلحقهم وبليد بيطلب منهم إنهم يكملوا ووعدهم إن هو هيلحقهم، بس هو بيتفاجئ إن سلاش كان معاه 2 من الرابتور، فبليد قدر يوقع واحد منهم. وفي اللحظة دي سلاش كان متعلق في ديله، فاتزحلقوا هما الاتنين وبيقعوا في الحمم البركانية. وسلاش وقتها بيحاول إن هو يتمسك بصخرة، وكان فاضل رابتور واحد هو اللي واقف قدام بليد، والرابتور ده قدر يثبت بليد مكانه وكان خلاص هياكله. لكن جونيور وبلو بيرجعوا علشان ينقذوه وبيهجموا على الرابتور وبيوقعوه على الأرض، بس وهو بيقع بيمسك في ديل سلاش، فسلاش ما قدرش إن هو يستحمل وزنه وإيده بتفلت من الصخرة وبيقعوا كلهم في الحمم البركانية. وبعد ما الطريق بقى مفتوح بيكملوا ناحية النهر، وسبيكلز بيشوفهم وسط الدخان وبيطلب منهم يجروا ناحيته، لكن أول ما جونيور بيشوف المية بيتجمد مكانه وافتكر كلام أبوه وقرر إن هو مش هيهرب من خوفه تاني، فبينط هو وأصحابه في النهر وبيغطسوا تحت الصخور علشان يوصلوا للكهف. وأثناء الغطس بنشوف إن بلو نفسها خلص وما قدرتش إنها تكمل، فجونيور بيساعدها لحد ما بيوصلوا كلهم بأمان. وجوه الكهف بيشوفوا هياكل عظمية لديناصورات في كل مكان، وفجأة بيسمعوا صوت حد بيقرب، لكن بيتفاجئوا إنها داستي واللي كانت مستخبية وعلشان كده قدرت تعيش. وفجأة بتظهر 3 وحوش كبيرة، وداستي قالت إن دول صغار الوحوش المتحول، والوحوش بدأت تطاردهم، لكن أهلهم بيوصلوا في الوقت المناسب. فبلو بتفرح جدا لما شافت أمها. أما سبيكلز لما شاف جونيور وهو بيجري من الوحش افتكر إن هو بيهرب، فوقف قدامه وقال له إن هو لازم يواجه الخطر وما يفضلش يجري منه، والكلام ده بيضايق جونيور فمشي من غير ما يرد عليه. وبعدها بلو قالت لسبيكلز إن جونيور خاطر بحياته علشان ينقذ داستي وإن هو مش جبان زي ما هو فاكر. وفجأة الوحش العملاق بيوصل وبدأ يطاردهم كلهم، وبنشوف إن ساي كان بعيد عنهم بس هو بيلحقهم بسرعة، وفضلوا يجروا لحد ما استخبوا في شق بين الصخور. وبنشوف إن سبيكلز كان عايز يطلع علشان يدور على جونيور، لكن فانج وساي بيحاولوا يمنعوه. وفجأة داستي بتلاحظ إن الوحش مشي، ووقتها سبيكلز بيطلع يدور على ابنه ولقاه بيشغل الوحش بنفسه علشان أبوه والباقيين يهربوا، فسبيكلز بيجري علشان يساعده وفانج بتروح معاه. أما ساي فكان المفروض إن هو ياخد الصغار لمكان آمن، بس هم بيرفضوا إنهم يسيبوا أصحابهم وبيرجعوا علشان يساعدوهم. وبنشوف إن سبيكلز وفانج بيشتبكوا مع الوحش، وجونيور حاول إن هو يهرب. وفي اللحظة دي بلو وبليد بيخلصوا من صغار الوحش بعد ما رموهم بالحجارة، ولما الوحش شاف ولاده ماتوا بيركز هجومه عليهم وفضل إن هو يجري وراهم. وفجأة البركان بيهز الجبل وصخور كبيرة بتقع على الوحش، بس قبل ما يختفي بيضرب جونيور وبيرميه على صخرة، ووقتها جونيور بيفقد وعيه، فسبيكلز بيجري عليه وبيحاول إن هو يفوقه، وكان فاكر إن هو مات. ووقتها بيقعد يعتذر له واعترف له إن هو كان قاسي عليه طول عمره. وفي نفس الوقت بنشوف إن الحمم كانت بتقرب منهم وما بقاش قدامهم أي طريق للهروب، وأصحاب جونيور فضلوا ينادوا عليه لحد ما داستي لاحظت إن هو لسه بيتنفس. وبعد شوية جونيور بيفتح عينيه وسبيكلز بيحضنه وقال له إن هو فخور بيه لأنه أثبت إن هو شجاع. وبعدها كلهم حاولوا يهربوا بس لقوا المخرج مقفول بالصخور، فبيتعاونوا كلهم علشان يفتحوا الطريق بس هم بيفشلوا. وفجأة الوحش بيرجع تاني وكان جسمه متغطي بالحمم البركانية، فسبيكلز بيطلب من الكل إن هم يبعدوا وبدأ يستدرج الوحش ناحيته. وفي آخر لحظة بينط بعيد والوحش بيخبط في الصخور وبيكسرها وبيفتح لهم ممر علشان يقدروا يهربوا منه، وفعلا بيقدروا يطلعوا قبل ما البركان ينفجر. ولما بيوصلوا لمكان آمن كلهم بيرتاحوا، وساي بيودع أصحابه وبيرجع لعيلته من تاني. ووقتها سبيكلز بيشكره وقال له إن عمره ما كان هيلاقي ابنه من غير مساعدته. وفي النهاية جونيور وأصحابه بيبدأوا حياة جديدة وكانوا بيجروا ويلعبوا براحتهم بعد ما أخيرا بقوا أحرار. وبكده سهرتنا في نوستالجيا بتخلص، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب. وبس كده، اشوفكم على خير في سهرة جديدة من سهرات نوستالجيا. سلام.